في موضوع غريب كده ظاهر الفترة الأخيرة دي. الناس قاعدة بتستقل بالناس اللي بتروح الجيم، اللي يقول لك أنت بتروح الجيم وخلاص أنا ممكن إبرة وأفسيك. يعني إيه إبرة وأفسيك؟ أنت شايفني بالونة؟ الغريب إن الناس شايفة إن لاعب كمال الأجسام ده بيضيع وقته، إن هو واحد فاضي فبيروح الجيم مش لاقي حاجة يعملها وبيروح الجيم. هو ليه الناس شايفة إن لاعب كمال الأجسام ده بيضيع وقته أو بيعمل حاجة غلط أو أيا كان اللي هم شايفينه؟ لأن ببساطة إن لاعب كمال الأجسام ده حياته بتبقى صعبة شوية. لاعب كمال الأجسام ده بيبقى ليه نظام معين، بيلتزم إن هو ينام في ميعاد معين، وبيلتزم بأكل معين بالجرامات، حرفيا محسوب بالجرامات. وكمان بيلتزم إن هو كل يوم لازم يتمرن، ما عدا طبعا أيام الراحة. إن هو يتمرن حتى لو هو تعبان أو مش قادر لازم يخلص التمرينة من أولها لآخرها. يعني ببساطة بيعمل حاجات أغلب الناس أساسا مش عارفين يعملوها، فعشان كده بيقللوا منه. فلو حد بيستهين بيك افتكر إنك بتبني حاجة هم أصلا مش قادرين يبدأوها. وبس يا سيدي، كمل وملكش دعوة بأي حد وما تسمعش لأي حد. متنساش تدعيلي بقى، ولو استفدت اعمل فولو عشان اللي جاي هيفيدك أكتر.